برشلونة اليوم يلعب بتير شتيجن في حراسته المرمى، على الجهة اليمنى سيرجي روبرتو، على الجهة اليسرى جوردي ألبا، وسط الدفاع جيرارد بيكي بالإضافة إلى لونغلي، وسط الميدان بوسكيتس راكيتيتش وفيدال، وثلاثي الخط الأمامي ليو ميسي لويس سواريز وفيليبي كوتينيو وسواريز اللذان سبق لهما أن لعبا في ليفربول. في كوتينيو الذي سجل 41 هدف منذ 2013 إلى 2018، وسواريز الذي رحل في 7 ماي في 11 ماي 2014 عندما قال بأنه ليو مازال ليو أخذ الكرة وراح ليو يا أنديا كان فيه خطأ زايد عن اللزوم، يعني ملوش لازمة خطأ مثل هذا لما كان حال البارسا هكذا. عرضية بعيدة تماما هذه الكرة من جوال ماتيب، وين يا جماعة؟ في ملعب الانفيلد ماذا يحدث من جماهير فريق الريدز؟ وماني وانطلق مرة ثانية، راح ساديو، راح ماني سواريز راح اختفى الكرة، سواريز ماني اوبا خطيرة، ماني مسال ساديو ماني من امام سيرجي روبرتو، خطيرة العب يا ماني الحكم التركي كان قريب منك، الحكم خلى اللاعب راح من هنالك الكرة لصالح عناصر فريق ليفربول، الحكم يخرج البطاقة الصفراء في وجه فابينيو بعد هذا التدخل. نرفزت يا فابينيو، خطأ يقول حكم المباراة، وأول بطاقة صفراء لعناصر فريق ليفربول بعد هذا التدخل القوي جدا من فابينيو. اعطونا نشوفوا الإعادة، شوف ترجع لفيدال، التغطية الدفاعية اوبا رائعة، وما زالت الخطورة مرة ثانية. ذكروا ماذا قلت لكم، هدف أول في الدقيقة 7 وهدف ثاني في الدقيقة 20 أو 27، وبعدين يصير كل شيء وارد بالنسبة لفريق ليفربول في هذه المباراة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. فيدال جوردي ألبا كوتينيو، الكرة البعيدة لصغر، حكم خلى اللاعب، رجعته ليو ميسي، روبرتسون يخرجها للركنية. مرتبكين اللاعبين تاع فريق ليفربول عندما تكون الكرة عند برشلونة الكل. ليو ميسي والكرة العالية، القائمة الثانية ممتازة لسواريز، يلعب عرضية معه وضعية تسلل، الحكم المساعد يقول وضعية تسلل من لويس سواريز من هنالك لصالح دفاع فريق اصل ليفربول. بعد 29 دقيقة لعب راحت ساديو ماني، اللاعبان سقط وانطلق من هندرسون مع بعضهم البعض، لونغلي وكذلك المدافع جوردي ألبا في الكرة الماضية. آي شوف اللاعب يلعب بهم كامل الموسم، ربما هذا هو الذي أثر كثيرا على المدرب كلوب وعلى فريق ليفربول. نعم ما عندوش الخيارات اللي يملكها فريق مانشستر سيتي. كوتينيو راح للبارسا، يلحق عليه مع جوردي ألبا، جوردي ألبا وميسي كيف يخرج ومن أين يخرج، كيف يطلب وكيف يستلم ويسدد، هو الأصل في البداية. ليو ميسي رجعها لأرتورو فيدال، هو الذي كان في الفصل هنالك. قلت لك هدف أول في الدقيقة 7 وهدف ثاني في الدقيقة 20 أو 27، وبعدين يصير كل شيء وارد بالنسبة لفريق ليفربول في هذه المباراة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. لقاء ماني روبرتسون كرة جول تير شتيجن مرة ثانية، ليفربول قادر يفعل. ارتورو فيدال جوردي ألبا كوتينيو، الكرة البعيدة لصغر، حكم خلى اللاعب، رجعته ليو ميسي والتمرير الرائع لراكيتيتش، وأندي روبرتسون يخرجها للركنية. مرتبكين اللاعبين تاع فريق ليفربول عندما تكون الكرة عند برشلونة الكل. ليو ميسي والكرة العالية، القائمة الثانية ممتازة لسواريز، يلعب عرضية معه وضعية تسلل، الحكم المساعد يقول وضعية تسلل من لويس سواريز من هنالك لصالح دفاع فريق اصل ليفربول. بعد 29 دقيقة لعب راحت ساديو ماني، اللاعبان سقط وانطلق من هندرسون اصطدام ثنائي مع بعضهم البعض، لونغلي وكذلك المدافع جوردي ألبا في الكرة الماضية. راح ميسي راح الجن، راح ميسي كرة
سيرجيو روبرتو راكيتيتش كوتينيو يخرج على الركنيه. مرتبكين اللاعبين تاع فريق ليفربول عندما تكون الكره عند برشلونه الكل. ليو ميسي والكره العاليه، القائمه الثاني ممتازه لسواريز، يلعب عرضيه معاه وضعيه تسلل. الحكم المساعد يقول وضعيه تسلل من لويس سواريز من هنالك لصالح دفاع فريق اصل ليفربول. بعد 29 دقيقه لعب راحت ساديو ماني، اللاعبان سقطا وانطلق من هندرسون اصطدام ثنائي مع مع بعضهم البعض، لونغلي وكذلك المدافع جوردي ألبا في الكرة الماضية. آي 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 آي. شوف اللاعب يلعب بهم كامل الموسم، ربما هذا هو الذي اثر كثيرا على المدرب كلوب وعلى فريقه اللي قال يو ماني روبرتسون كرة جول تير شتيجن مرة ثانية. ليفربول قادر يفعل. ارتورو فيدال جوردي ألبا جول. الحكم خلى يلعب عرضية معاه وضعية تسلل. الحكم المساعد يقول وضعية تسلل من لويس سواريز من هنالك لصالح دفاع فريق اصل ليفربول. بعد 29 دقيقة لعب راحت ساديو ماني، اللاعبان لونغلي في هذه الكرة استلمها هندرسون وسقط. ليس هناك تدخل عنيف ولا ليو ميسي فيدال سواريز سيرجيو روبرتو على الجهه اليمنى يلعب فابينيو شاكيري. هوحان موعد الجول للتماس عند الدقيقة 39 مشاهدي الافاضل من عمر هذا الشوط الاول. جهته اليسرى يقترب منه فابينيو او كوتينيو مع ليو ميسي على الجهه. الهدف لصفر. هذه الكرة في اتجاه هنا شفنا الخطأ بينه. شفتوا كيف سواريز لعب به، شفت سبحان الله. ثانية فابينيو من الوسط والانطلاقة من هنالك شاكيري ساديو ماني راح جول تلعب لاندي روبرتسون كرة في شاكيري ورونالدو جوردي ألبا يحاول يمر وتلعب الثنائي، يرجع مرة ثانية للخلف. لا أعتقد بأنه سيكمل روبرتسون، لا أعتقد بأنه سيبرتو. يا شاكيري المباراة لا تزال لم تكشف عن كامل أسرارها. أعود والتقي بكم مشاهدي الأفاضل مع بداية الشوط الثاني بعد حين من هنا من الأنفيلد في لقاء العودة ليفربول برشلونة في أجواء كبيرة جدا. سلام إلى مع ليو ميسي على الجهة اليمنى الثواني الأخيرة. ليو ميسي إذا لم يسجل يمرر، إذا لم يمرر يفكر، إذا لم يفكر يقرر. ممرر ومقرر ومسجل ورائع ليو ميسي. البارسا خاسرة بهدف مقابل 0 متفوقة ب3-1 في مجموع المباراتين. المباراة لا تزال. شاكيري أين كنت مختبئ؟ يا شاكيري وفاينالدوم 3-0 وتعادلت النتيجة الآن بين ليفربول وبرشلونة بعد مرور فقط لمها ميسي في المراوغة. ميسي يرجع مرة ثانية. سيرجيو روبرتو دخل. سيرجيو روبرتو خطيرة. كوتينيو مع ليو ميسي على الجهة اليمنى الثواني الأخيرة. ليو ميسي إذا لم يسجل يمرر، إذا لم يمرر يفكر. 22 سنة بالنسبة للاعب ليفربول. لو كان فريق آخر كان الأمر غير. أرنولد بعيد كرة عليه. الأمر انتهى كل شيء ثواني فقط وتحدث المعجزة. نعم معجزة كبيرة حققها فريق ليفربول اليوم. يا لها من فرحة، يا لها من إعجاز، ويا لها من معجزة حققها اليوم فريق ليفربول بفوزه بالأربعة. جنونهم جماهير فريق ليفربول في المدرجات اللي حابين يدخلوا واللي على جهته اليسرى جوردي ألبا. وسط الدفاع جيرارد بيكي بالإضافة إلى لونغلي. وسط الميدان بوسكيت راكيتيتش وفيدال. وثلاثي الخط الأمامي ليو ميسي لويس سواريز وفيليبي كوتينيو وسواريز اللذان سبق لهما اللعب في ليفربول. في كوتينيو الذي سجل 41 هدف. العب يا ماني. الحكم التركي كان قريب منك. الحكم خلى اللاعب راح من هنالك الكرة لصالح عناصر فريق ليفربول. قوية
الحكم يخرج البطاقة الصفراء في وجه فابينيو بعد هذا التدخل. نرفزت يا فابينيو، نرفزت يا فابينيو. خطأ يكون حكم المباراة وأول بطاقة صفراء لعناصر فريق ليفربول بعد هذا التدخل القوي جدا من فابينيو. اعطونا نشوفوا الإعادة. شوف ترجع لفيدال، التغطية دفاع للبارسا، يلحق عليه مع جوردي ألبا، كوتينيو، جوردي ألبا وميسي وبا با 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 با. كيف يخرج ومن أين يخرج؟ كيف يطلب وكيف يستلم ويسدد؟ هو الأصل في البداية. ليو ميسي رجعها لأرتورو فيدال، هو الذي كان في الفصل هنالك. ليو فابينيو مرة ثانية يلعبها الجهة اليمنى مرة ثانية. ذكروا ماذا قلت لكم في المباراة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لقاء يوي ماني روبرتسون كرة جول تير شتيغن مرة ثانية. ليفربول قادر يفعل. أرتورو فيدال، جوردي ألبا كوتينيو، الكرة البعيدة ليسون حكم خلى اللاعب، رجعته ليو ميسي والتمرير الرائع لراكيتيتش. ليس هناك تدخل عنيف ولا ميسي. ليو ميسي، فيدال، سواريز، سيرجي روبرتو على الجهه اليمنى، يلعبها فابينيو شاكيري. هاو حان موعد الجول التماس عند الدقيقه 39 مشاهدي الافاضل من عمر هذا الشوط الاول. هدف ل0. هذه الكره في اتجاه يا وكانه سمع لشاكيري عند الكره في الركنيه. يقول حكم المباراه جوردي ألبا يحاول يمر وتلعب الثنائي، يرجع مرة ثانية للخلف. لا أعتقد بأنه سيكمل روبرتسون، لا أعتقد بأنه سيبرتو. يا شاكيري ماذا فعلت؟ ميسي استلمها، ميسي في المراوغة، ميسي يرجع مرة ثانية. سيرجي روبرتو دخل، لا بابا خطيرة مرة ثانية من الخطير ليو ميسي. كاد يقتلهم، كاد يحبس انفاسهم ليو ميسي من خطا فادح في راح جوردي ألبا، انطلق على جهته اليسرى، يقترب منه فابينيو او كوتينيو مع ليو ميسي على الجهه اليمنى. الثواني الاخيره ليو ميسي اذا لم يسجل يمرر، اذا لم يمرر يفكر، اذا لم يفكر يقرر. ممرر ومقرر ومسجل ورائع ليو ميسي. البارسا خاسره بهدف مقابل 0، متفوقه ب3-1 في مجموع المباراتين. المباراة لا تزال لم تكشف عن كامل أسرارها. أعود والتقي بكم مشاهدي الأفاضل مع بداية الشوط الثاني بعد حين. من هنا من جنس مينار وبيكي للركنية. رينالدو في القيود صاني راح ماني سايب اليوم الركنية تنفذ جول. تير شتيغن ينقذ برشلونة من جول ثاني. هاي الجزئيات والتفاصيل نتاع الكرة. ما تحطش رجلك يا جوردي ألبا، اختفى أرنولد حطها. ارجع للخلف جيمس مينار، رجعوا فريق ليفربول. مينار مازال يرجع من هنالك لشاكيري والكرة خطيرة. با جول. إنه ليفربول يا ناس، الجماهير سيجنجنونها يا ناس. 3-0 فاينالدوم يفعلها مجددا. أعطونا وجوه ميسي، وجوه لاعبي البارسا كلهم حائرون. يا سلام وجول. المستحيل ليس انجليزي. مينار وفاينالدوم وجول يا شاكيري أين كنت مختبئ؟ يا شاكيري وفاينالدوم. 3-0 وتعادلت النتيجة الآن بين ليفربول وبرشلونة بعد مرور فقط 12 دقيقة لعب. فان دايك شاكيري عنده الكرة يلعبها لهندرسون. بارسا يقصيه فريق آخر.